اهم 5 حاجات لازم تعملهم في فتره المراجعه النهائيه لو انت ثانويه عامه. اول حاجه وانت تبدا تقسم المنهج عندك لجزئين، جزء انت مذاكره ومحتاج مراجعه، والجزء الثاني انت وحش فيه جدا او محتاج مذاكره بطريقه صح. هتبدا اول حاجه بالجزء اللي محتاج مراجعه عندك، تبدا تراجعه كويس جدا وتبدا تحل عليه. بعد ما تخلصه تبدا تحدد ايام عندك تذاكر فيها الاجزاء اللي انت واقع فيها. تاني حاجه وهي المراجعه الكليه. ودلوقتي وانا بذاكر الدروس اللي انا واقع فيها لازم كل مره اذاكر فيها الدرس اراجع الدرس اللي قبله. ولكن مثلا دلوقتي ان انا بذاكر الدرس الثالث يبقى انا راجع الدرس الاول والثاني، انا دلوقتي بذاكر الدرس الرابع يبقى انا راجع الدرس الاول والثاني والثالث معايا. في الاول الموضوع هيبقى صعب ان انت تراجع كل الكم ده، ولكن مره في مره هتحس حرفيا ان الدروس اتحفرت في مخك ومستحيل تنساها. تاني حاجه وان انت تهتم بالحل بشكل كبير جدا في المراجعه، لان اصلا المراجعه اسمها مراجعه علشان انت بتحل كتير. يعني لو انت كنت مقصر في الحل طول السنه ففتره المراجعه كفيله جدا ان انت تحل فيها كم كبير. بس اهم حاجه ان انت ما تهتمش بعدد الاسئله اكتر ما تهتم بافكار الاسئله. يعني مثلا عندي 100 سؤال، كل سؤال فيه فكره افضل من 1000 سؤال اسئله متكرره كتير جدا. اول حاجه بتضيع وقت ومجهود، ده مش وقت على فكره. كلمه التكرار يعلم الشطار، الكلام ده في اول السنه. لكن فتره المراجعه ان هي اهم حاجه تهتم بافكار الاسئله مش عدد الاسئله. تالت حاجه وهي الامتحانات. اوعى تحل امتحانات شامله لو انت ما خلصتش المنهج، لان الامتحانات الشامله اللي موجوده معاك في الكتب الخارجيه بتبقى معتمده بشكل كبير جدا على الربط. يعني مثلا الفصل الاول في الفيزياء هتلاقيه عامل لك ربط بالفصل الرابع، حتى في الحديث هتلاقيه عامل لك ربط بين الابواب العاديه. فبالله عليك ما تحلش امتحانات شامله من دلوقتي غير لما تكون خلصت المنهج. لو انا دلوقتي جيت حليت في الامتحانات الشامله ولقيت نفسي غلطان اسئله كتير، هل ده مقياس؟ لا. بص، مستواك هيتحسن تدريجيا مع الامتحانات. يعني مش اول امتحان هتحله وتجيب فيه درجه عاليه، بالعكس كل امتحان بتحله مستواك بيعلى. طبعا الموضوع متوقف برده على حسب مستوى الامتحان. يعني في امتحانات ممكن تقفلها والامتحان اللي بعده تلاقي نفسك جايب درجه وحشه. ده مش معتمد على مستوى مذاكرتك اكتر ما هو معتمد على مستوى الامتحان. فبالتالي اختاروا كتب تكون اسئلتها فيها تدرج في الاسئله وفي نفس الوقت تكون مشابهه لامتحانات ثانويه عامه. خامس حاجه اوعى تنسى لو انت خلاص خلصت المنهج وبدات تحل ان انت ما ترجعش تاني على المنهج، لان في اجزاء نظريه كتير جدا ممكن ما يكونش فيها اسئله وانت بتحل الامتحانات الشامله، ولكن تلاقي اخر السنه. ان شاء الله الفيديو الجاي بجد هيفيدكم جدا جدا في موضوع الملخصات ده. حرفيا مجمعه لكم النحو كله في ورقه واحده، الكيمياء العضويه كلها في ورقه واحده، الكيمياء العامه كل حرفيا باب في ورقه، فيزياء قوانين الفيزياء في ورقه واحده. فما تنساش تعمل فولو عشان الفيديو الجاي يوصل لك وبجد هتستفيد جدا منه.